السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في أتم الصحة وفي أحسن حال. طبعا بسلم على كل متابعين اللي متابعيني من جوه مصر ومن بره مصر. ربنا يخليكم ليا وأدامكم الله نعمة في حياتي وما تحرمش منكم العمر كله يا رب. تفضلوا الجمهور اللي في ظهري اللي يساندني اللي عيلتي كل يوم بتكبر بيكم. هتعمل لنا ايه النهارده يا شيري؟ انا بص قبل ما ابدا لكم الفيديو هنسمي بالله ونصلي على النبي. ايه ونقول احنا كان معانا كيلو ونص سمك بولتي، كيلو ونص سمك بولتي. السمك البولتي ده انا هشويه بس مش هفتح بطنه، هسيب بطنه زي ما هي. طيب ايه يا شيرين انت بتعمليه؟ لازم انا اطلع اللي انتوا شايفينها دي اسمها المرارة بتاعت السمك. المرارة دي لو اتفجرت في بطنه وانت بتشويه بتمرر السمكة، بتخلي السمكة لحمها مر وبطنها مر وكله مر، اسمها المرارة. فبدخل ايدي بقى كده من عند النغشوش كده واخلي مكان زي ما انتوا شايفين كده، واقوم انا ايه ضغطه بقى على الايه، ضغط على المراره زي ما انتوا شايفين كده. هتبص تلاقيها طلعت كلها دلوقتي. عايزه اقول لكم بجد اعمليها والله العظيم مش هتندمي. اهو بصوا، مش هتندمي. وان شاء الله باذن الله هتعودوا انتوا تعملوه، تعملي السمك المشوي كده وما تفتحيش بطنه، تعمليه مش هيبقى مر معاكي ابدا. طبعا التكه دي محدش يعملها الا يعني حد يكون لي خبرة في السمك. وانتوا طبعا عارفين ان انا امي ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويخليها لنا ويا رب ما ننضرش فيكي ابدا يا امي، يا رب خليكي لينا وتفرحي بمحمد وتفرحي بهاجر يا رب، تشوفوه من احسن الناس في الدنيا. آه ماما انتوا عارفين ان هي بياعة سمك يا جماعة. الحمد لله نحمد ربنا على كل حال. فطبعا هي اللي علمتني الحتة دي. كنت الاقيها وهي رايحة تشوي لي السمك مثلا او تجيب لي سمك هاخده معايا هنا وانا مسافرة، الاقيها بتعمله كده. اقول لها يا ماما بتعمليه كده ليه؟ تقول لي بطلع لك المراره منه عشان ما تتفجرش في بطنه يبقى طعمه وحش، عشان انت بتحبوا ايه، يعني بتحبوا عندكم ان انتوا تاكلوا ايه السمك كله. عايزه اقول لكم ان انا كنت منضفه واحده قبل ما اصور، والاخر قلت لا والله انا هصور، ما كنتش هصور. لا انا خلاص هصور عشان اعلم الناس المراره بتاعت السمك دي بتتشال ازاي. بتخلي من النخشوش وبتدخلي صبعك وتخلي من عند النخشوش وتتك على بطنه، بتقوم طالعه المراره اللي انتوا شفتوها دي. خلاص مره في مره هتتعلمي. ممكن تتفجر منك، ممكن تتفجر منك، بس خليكي شاطره يعني. مره هتتفجر ومره لا لحد ما تتعلمي. اكيد كلنا بنقعد نتعلم من بعض يا جماعة. وكلنا بناخد خبرة من بعض. ربنا يصلح حالنا وحال الجميع يا رب. وان شاء الله كده انا عايزاكم انتوا يا جماعة في المطبخ او انتوا بتعملوا اي حاجة في البيت، عايزين نصلي على النبي كتير ونستغفر كتير. لعل وعسى الاستغفار والصلاة على النبي يغير مجرى حياتنا كلها. صدقوني والله العظيم بجد انا ليا قصة حلوة، يمكن حكيتها لكم قبل كده، معرفش اللي متابعني سمعها مني قبل كده، او اللي مش تابعني او اللي مش من متابعيني يعني يسمعها مني اول مره. كان عندي متابعه غاليه عليا قوي اسمها ام محمد الشكري من سلطنه عمان. فام محمد الشكري دي يا جماعه ربنا رب يصلح حالها يا رب، كانت من متابعيني من زمان، من ايام النقد. بس هي كانت متدينه جدا يعني. الناس اللي بتقول لي اصل النقد غيبه ونميمه، على فكره متدينه جدا، كانت بتحبني جدا في النقد. يمكن لما قلبت روتين ما بقتش تدخلي، بس انا عمري ما هنساها ابدا. هفضل جميل هذا شايلها على راس العمر كله. المهم يا جماعه لقيتها اللهم صل على النبي بتقول لي يا شيرين انا كنت بشتكي يعني المشاهدات وكده والدنيا واقعه ونفسي زي اي حد يعني نفس قناته تكبر طبعا وتكون مصدر رزق، عشان احنا بنتعب على قنواتنا. كل الناس اللي بتصور بتتعب على فكره بلا استثناء. يعني مش هقول لكم مثلا القناه اللي عندها مشاهدات كتير ما بتتعبش، لا بتتعب طبعا، يمكن بتتعب اكتر لاني كل مره عايزه تحسن من مستواها اكتر عشان يجي لها مشاهدات اكتر واكتر. فكلنا بنتعب بصراحه يا جماعه في التصوير. فلقيتها بتقول لي شيري انا اقول لك على حاجه او هقول لك على دعاء حلو قوي قولي وربنا هيكرمك. قلت لها قولي. قالت لي يا ذا الجلال والاكرام اكرمني، وانت ان شاء الله ربنا باذن الله هيكرمك وهيعطيك. بص يا جماعه مش هقول لكم كرمني وعطاني ان مشاهدات او قناه كبرت او عديت الرقم القياسي مثلا في الاشتراكات، لا 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 ولا اي حاجه. بس ربنا رزقني بحد بصراحه عوضني اللي انا شفته في اليوتيوب واللي انا ما خدتوش من اليوتيوب. بس بصراحه لن انسى الدعوه بتاعتها دي، جميلها هيفضل في رقبه العمر كله. لان بصراحه قعدت ادعي. عارفين لما انا سالتها وقلت لها ساعتها انا ادعيها قد ايه؟ قالت لي لو تقدري 1000 مره قوليها، يا ذا الجلال والاكرام اكرمي.
فعرفت ان الدعاء الكتير بيغير والله المجرى وبيغير الدنيا خالص. يعني سبحان الله بيقول ادعوني استجب لكم، يعني ادعوني استجب لكم. طول ما انت ما او انت يا عبدي بتدعيني انا ان شاء الله استجيب ليك. طبعا يا جماعة، الصلاة 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 حلو جدا جدا جدا. اكيد عشان نصلي لازم نتوضى. وكمان الكفن ملوش جيوب. واكيد ان شاء الله، فودي امرك الى الله، وان شاء الله ربنا عنده الحقوق. كنت بتفرج على حد يا ابو احمد، وبعدين بيقول ان انت كل حاجة اما تزعلي تروحي تحكيها لوالدتك. ماشي. هو يا جماعة ايه اللي استخبى عشان والدتي ما تعرفوش؟ ده كل حاجة على عينك يا تاجر على اليوتيوب. ده حتى والدتي لو مش هتعرف الناس بقوا يعرفوها. ليه بقى؟ لان والدتي بتتباهى بيا وتقول لهم يا جماعة للزباين اللي عندها حتى خشوا قناة شيرين بنتي حتى اسمها شيري أسامة. حتى فالناس لا يفكروها عارفة يجوا يحكوا لها. حتى البنت لما اقرب واحده بعد الجواز هي مين؟ امها. ليه؟ دايما ان هي برضو بتقول لها بس في اصول بس على عينك يا تاجر. ايوه. انا بايديا ان انا اخلي الناس تعرف اخباري، وبايديا انا ان انا اخلي الناس تحترمني بس. بس بصراحة الحتة دي ضحكتني أوي يا بحر. يعني أنا أقعد أتكلم عليك في فيديو، وبعدين لما صاحبك يقابلك يقولك أنا سامع مراتك وهي بتتكلم عليك وهي بتقول عليك كذا وكذا وكذا، وفي الآخر إيه اللي عرف صاحبك؟ طب ما هي مراتك اللي قايلة أهو، ما هي مراتك اللي طالعة في فيديو وقايلة كل حاجة. فعجبت لكم يا بشر، عجبت لكم يا بشر بصراحة. المهم، مش عايزة يعني ادخلكم في حوارات تانية. انا عايزة اخليني في الرز الجميل حبة وحبة ده. اللي انا باخد حبة رز احطهم في الزيت، اقدح الزيت الاول، وبعدين اقعد بقى ايه اقلب فيه لما يبقى حبات الرز اكتر من يعني عدت اللون الذهبي بشوية. ما يغركمش النار دي واخدين عليه، النار اللي طلعت دي واخدين عليها. ربنا يا رب اجرنا من النار ومن حر النار يا رب. اللهم امين، واكتب لنا الجنة يا رب، اللهم امين يا رب. وقمت بقى نازله بشويه الرز التانيين ايه وقلبت كده، وقمت جايبه بقى ضايفه الميه وضايفه الملح، شويه ملح وميه وكده يعني المعيار بتاع الرز ياخد قد ايه ميه. لو كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه، لو كوبايه رز على كوبايه ميه، 4 كوبايات رز 4 كوبايات ميه. فاهمين ازاي؟ المهم ان الرز بتاعك يكون متغطي بالميه. وطبعا شايفين السمك شكله يفرح اهوت ويفتح النفس ما شاء الله. والله ابو احمد قال لي اطلعي شوفي في الفرن فوق. قلت له مش مستاهله، يعني مش مستاهله ان انا ايه هولع الفرن وكده، لا خليني إيه اشوي هنا وكده وندينا ندفي الشقه. ندفي الشقه يا شيرين، هو الجو سقع. هو الجو يعني بيرطب شويه بالليل، وبالنهار حلو بصراحه، لكن بالليل بيرطب شويه مش مشكله. اكيد يعني الشتاء داخل واحنا ما شاء الله استلخنا في الصيف السنه دي. الصيف السنه دي كان حره غير عادي، فاكيد الشتاء برضه هيجيلنا برد غير عادي. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه، سواء في الحر او سواء في السقعه. ربنا رحمته وسعت كل شيء، وربنا يعني لطيف بعباده عن اي حد. ربنا لطيف بعباده عن اي حد يا جماعه. هنا بقى انا جبت ليمونه وقطعتها 4 كده احطها في الخلاط، وبعدين ايه الملح اهو قدامكم هحط ملح، وجبت قرن شطة اخضر حطيته، وكمون معلقة كمون، وايه تاني يا بنتي يا شيرين، ومعلقة شطة اهو. بصوا شايفين؟ وهجيب دلوقتي نص راس توم وهحط كل ده في الخلاط. ويا سلام بقى يا حلوه يا جميله انت وهي لو عندك شويه خضره. انا بصراحه كان احمد لسه ما جاش من بره، كنت عشان ابعته ان هو يجيب لي خضره لان حبيبه جت من المدرسه تعبانه ونامت، فما لقيتش حد ان هو يعني ينزل يجيب لي الخضره وكده. ربنا يعزكم يا رب. فقلت خلاص حتى انا ما قدمتش كمان الاكل في النهايه. قلت ايه لان انا لسه هعمل سلطه واما احمد يجي يجيب لي الخضره، فما قدمتش. بس انا وريتكم خطوات كل حاجه. انا بقى هنا يا جماعه بملح السمك، دي التمليحه اللي انا بعملها اللي انا بعملها للسمك. تملح حلوة قوي 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 بتخلي ريحته جميلة ما شاء الله. والسمك تاكليه كده بيبقى طعمه زي العسل من التمليحة بتاعته. بس انا انصحك ان السمك المشوي عسل. انت وهي اللي سامعاني، لو انت لسه بنوته ومتجوزه سنه اولى جواز، احلى حاجه انك تجيب السمك البلطي ده وتشويه وتاكليه وهو سخن. يعني لو جوزك مثلا قدامه نص ساعه وجاي مثلا يخش المطبخ اشوي السمك. لو قدامه نص ساعه خش بقى اعملي رز بقى
وحطي السمك جنبك يتشوي، واعملي التمليحه زي ما انتم شايفين كده في الخلاط. في ناس بتدوقها في الهون، بس انا شايفه ان في الخلاط ايه، هنقعد بقى نخبط ونزعج الدنيا، هي خبطه واحده في الخلاط وخلاص. طب بتشغلي الخلاط قد ما يجيش 30 ثانيه، ما يجيش 30 ثانية. ما ينفعش التمليحة أو الدقة بتاعة السمك تبقى ناعمة، لازم تبقى خشنة كده وتبقى باينة على السمكة كده، وتخلي السمكة ايه، شكلها يفتح النفس كده زي ما انتوا شايفين. فلما تيجي تضربي الخلطة دي كلها في الخلاط، تضربها 30 ثانية بس، فقط لا غير. ربنا يرحمنا ويرحمكم برحمته الواسعة. الناس يا جماعة اللي بتتكلم في الغلاء اللي احنا فيه، والله يا جماعة احنا الغلاء ده بقالنا سنة فيه، بقالنا سنة فيه خلاص. يعني انا دلوقتي كل اللي طالباه من كل الناس استغفار كتير، استغفار كتير، صلاة على النبي كتير، نرحم بعض شوية، نرحم بعض شوية، بحيث ان يمكن ربنا يرفع مقته وغضبه عننا، فتقوم الدنيا تبقى كويسة وربنا يدينا فرصة تاني. طبعا لان ربنا بيحبنا جدا جدا يا جماعه، والله مش عايز يعذبنا، والله ما عايز يعذبنا في ناره، والله ما عايز يعذبنا في النار. وربنا يعني بصوا بيحب عباده جدا. يعني انا خلقتك وانا ارحم من اي حد عليك، يعني انا اللي خلقتك وانا ارحم من اي حد عليك. فتخيلوا، لا لما نرحم بعضينا، نستغفر كتير ونصلي على النبي كتير، اكيد باذن الله ربنا يعني هيرحمنا وهيحوش الغلا وهيحوش الوبا وهيحوش كل الحاجات الوحشة اللي احنا شفناها السنة دي. بصراحة يا جماعة أنا عشت قد ما عشت، أنا عمري ما شفت غلاء فاحش زي اللي احنا شفناه بقالنا سنة، بقالنا سنة في نفس الغلاء ده. يعني حتى كل يوم غلا، كل يوم غلا. وتيجي تسأل، طب ما سعر الدولار بقاله سنة زي ما هو، طب أمال الغلا اللي بيجي كل يوم ده منين؟ الغلا اللي بيجي كل يوم ده منين؟ الله يكون في عون أصحاب العيال، على رأي أخت جوزي كل شوية تقول لي والله يكون في عون أصحاب العيال يا بنت. يعني بما انها يعني جوزت ولادها وكده، فدايما تقول ايه، الله يكون في عون اللي معاهم عيال، الله يكون في عون اللي يعني اصحاب العيال. فعلا والله يكون في عوننا جميعا ويرحمنا جميعا ويلطف بنا جميعا ويرفع مقته وغضبه